السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. علي بعض المكونات الغذائية علي كنا لم نتكلم عنها، ولكن بما أنها موجودة وأن الناس يستعملونها كمكونات غذائية فلا يمكن ألا نتكلم عن الأشياء التي يعني متداولة بكثرة في الأسواق ويستهلكها الناس. واليوم نتكلم عن الصمغ العربي، الجوم أرابيك. فيعني هذا الصمغ العربي هو يعني نحن نتجه إلى دولة السودان بامتياز، ومنطقة دارفور يعني هي المنطقة اللي فيها أكبر إنتاج في العالم، هي الأولى في العالم. يعني هذه الجوم أرابيكا هي موجودة حاليا في الدول العربية كلها، في شبه جزيرة العرب كذلك موجودة هذه الجوم أرابيكا، ولكن تبقى يعني الأحسن نوع ويبقى الإنتاج الضخم هو يعني جنوب السودان كلها، ولكن جنوب السودان مركز فين يعني مركز هذا الإنتاج ديال الجوم أرابيكا هذه، يعني الصمغ العربي. هذه الصمغ العربي بيستعمل في هذه الدول المغاربية، الدول العربية يستعمل النساء تستعمله في الحلويات، في كثير من الأشياء، والصناع كذلك يستعملونه في كثير من المواد المصنعة. يعني كاين المشروبات الغازية، كاين أشياء من حلويات، كاين أشياء كاين شوكولاتات، بسكويتات، كاين أشياء كثيرة يعني الآن تستعمل فيها هذه احنا في المغرب نسميوها المسكه الحره، يعني المسكه الحره هذا تسميه هذه عاديه عندنا. وهذه الجوم أرابيك يعني هذا الصمغ العربي هو من الاشياء التي تدخل في التصنيف المواد المكونات الغذائيه، تدخل مع الالياف. يعني نحن نصنف هذه الاشياء لماذا؟ لان يعني هذه العلكه، هذه على شكل علك، هذه الماده التي تخرج من الاشجار، فهم يجرحون الاشجار، ثم هذه الدموع الأشجار يعني لما تيبس يعني فهم يعني يجنونها، ثم هي التي يعني الآن نستعملها. فيعني تطحن تصبح على شكل مسحوق، ثم تستعمل في بعض الوجبات. النساء يستعملوها كثير في شهر رمضان على الخصوص، يعني كل الناس يعني يقتنون هذه الصمغ العربي. فهذا الصمغ العربي يعني كنا تكلمنا لما تكلمنا على الكمون، يعني على التوابل، تكلمنا على الكيمين الدييد بأنه مع مكونات أخرى، لأنه الآن يستعمل في النانو تكنولوجي، في النانو ميديسين. يعني من النانو تكنولوجي، هذه النانو ميديسين هي المستقبل الآن. وهذه النانو بارتيكلز يعني تستعمل جزيئات يعني بسيطة جدا على شكل أثر نانو، على شكل نانو، هي صغيرة جدا تستعمل في هذه التكنولوجيا وتحقن مباشرة طبعا. فلكي تحقن يجب أن تكون أشياء غير سامة، يعني ربما تحقن عبر الدم، فيعني طبعا هذا الأشياء التي تحملها، يعني هذا المحلول الذي تضاف إليه هذه النانو بارتيكل اللي هي يعني هذه جزيئات الذهب، يعني هذه الأوريت يعني من الذهب، هي التترا كلورايت، هي هي التي تستعمل. فهذه إذا أديبت في الجوم أرابيكا، إذا أديمت في الصمغ العربي فهو ليس سام، يعني ليست لديه سمومية، ويستعمل من أجل هذه الغاية. فالآن في النانو تكنولوجيا الآن تستعمل يعني هذه الصمغ العربي من أجل هذه الأشياء. الصمغ العربي طبعا معروف أنه يريح الجهاز البولي. لماذا؟ لأن هذه الألياف الغذائية، تكلمنا غير ما مر على أن هذه الألياف الغذائية هي التي تلعب دور داخل الجهاز الهضمي، وهي التي تشد هذه الأشياء الوسخة داخل الجهاز الهضمي هذا. ثم يعني هذا الصمغ العربي، يعني هذه مكونات، يعني هذه ألياف الصمغ العربي هي على شكل ألياف، لما تذوب هي تعتبر مستحلب طبعا داخل الجسم، تقوم باستحلاب بعض الجزيئات لكي تكون هناك مفاعلات كيماوية أو بيوكيماوية سهلة داخل في الفيزيولوجيا. فعموما هذه الجوم أرابيكا نحن نستعملها كمكون غذائي وهي جيدة، ثم بعض الناس الآن يريدون أن يستعملونها في العلاجات. يعني هي مكون غذائي له أهمية، عنده خصائص طبعا properties، ولكن يعني استعمالها في العلاجات سيتطلب يعني كمية كبيرة، ولا يمكن أن نستعمل كمية كبيرة. يعني ليست لديه سمومية، ولكن يعني هذه هو ثمن باهظ على الأقل. فيجب أن يبقى مكون من جمل المكونات التي تستعمل بكمية قليلة مثل التوابل، ويجب أن يكون في النظام الغذائي. يعني طبعا لأن لديه دور في الجسم، فهو يشد بعض الأشياء يعني الخطيرة داخل الجسم، اللي منها حتى بعض الجزيئات التي تلعب دور الجذور الحرة.
وهو يعني يرطب داخل المفاعلات الكيماوية، يرطب هذه الأشياء ثم لا يتركها يعني تضرب يعني هذه الأشياء. فالجيد في النظام الغذائي، يدخل في النظام الغذائي الأشخاص اللي عندهم مشاكل على مستوى الكلية، هو لا يترك يعني الكلية تتلوث. ثم جيد بالاشخاص اللي عندهم امراض قلب والشرايين، وجيد من الاشخاص اللي عندهم مثلا ارتفاع الضغط او اشياء تتعلق بهذا الجهاز الدموي والجهاز البولي. طبعا الجهاز الهضمي لا نتكلم. لماذا؟ لان الجهاز الهضمي هو يعني تلتصق به كثير من الجزيئات الخطيره على مستوى القولون وهو يزيلها. ويعني أغرب من ذلك أن هذا الصمغ العربي يريح بكتيريا القولون، هو يدخل في الأشياء التي تشجع البروبيوتيك، يعني البكتيريا الصديقة الميكروبيوتا يعني داخل القولون. ويعني أصبحنا نتكلم عن أن جل الأمراض تتوزع من القولون، لأن الميكروبيوتا هي كل شيء داخل الجسم، وأن محرك الجسم هو القولون والبول، يعني وليس القلب وليس الرئة وليس طبعا أعضاء. لا يمكن الإنسان أن يعيش بدون أعضاء، ولكن يعني الذي يوزع الأشياء القوية أو النافعة هو القولون، والذي يوزع الأشياء المسمومة هو القولون مع الأسف الشديد. فإذا كان هناك يعني عدم توازن في فلورا في الميكروبيوتا على مستوى القولون يكون مرض يعني. ويعني الصمغ العربي من الأشياء التي يعني تحفظ هذه الميكروبيوتا داخل يعني القولون. فبمعنى أن المصابين بالتوحد مثلا، الأشخاص اللي عندهم تقرحات يعني الايريتيتين باول ديزيزز كلهم يعني جميعهم تقرحات على مستوى القولون، فهذا الصمغ العربي يفيد في هذه الأشياء. لا يفهم الناس خطابي خلطات أو علاج. نحن لا نتكلم عن علاج، نتكلم عن نظام غذائي. هذه أشياء نافعة تكون في النظام الغذائي وتنفع هذه الناس. أنا لم أقل أنه يعالج كرون ولم أقل أنه يعالج تقرح هذه، أنا أقول نافع. هذه الأشياء تنفع وتعيد يعني الحياة للميكروبيوتا، للبكتيريا الصديقة. والبكتيريا الصديقة في القولون هي كل شيء. هذا يعني لكي نوضح جيدا يعني خطاب أن هناك أشخاص ينتظرون خلطات ووصفات وينتظرونني أن نقول بأن هذا شيء عجيب ويحيي الموتى إلى آخره، فلن يكون. هناك نظام غذائي، جميع الأشياء التي خلقها الله لها أهمية، وليس هناك شيء أهم من شيء في الطبيعة بالبتة. لا يمكن أن تكون عشبة منسية في الجبال في مكان ما تصلح للعلاج أحسن من الشعير التي يقتات عليه الإنسان. لا يمكن لأن الله سبحانه وتعالى خلق الكون هكذا، وكل شيء موجود في أكل الإنسان. إذا كان أكل نظيف فهو كافي جدا لكي لا تظهر هناك أمراض، وليس أننا نأخذ مسببات الأمراض ثم نذهب إلى الهلاك وفي الأخير نبحث عن أعشاب كي نشفي بها هذه الأمراض. هذا تناقض كبير. وهناك أسئلة وهناك يعني ناس يشتكون بأنني لا أجيب عن الأسئلة إلى آخره، فلن أجيب عن هذه الأسئلة لأن الناس اعتادوا أن يجيبهم الناس بشيء كذب. فالناس يسألون بعض المتدخلين على الفضائيات والإذاعات واعتادوا بأنهم يسألوا هذا السيد ثم يعطيهم الحل فلا يمكن، لأن مرض ثقيل يعني فأصاب الشخص في 30 و40 سنة تراكمات في السم من الجسم، ثم نعطيه نحن جواب بأنه يعمل كذا ويعمل كذا ثم سيشفى. هذا لن يكون. يعني لا ينتظر الناس بأنني سأجيب على الأسئلة الشخصية. لا يمكن وإلا سنكذب على الناس، ونحن لن نكذب على الناس. نحن نبين للناس كي لا يصابوا بأمراض، وإذا أصيبوا بأمراض ماذا يفعلون. أما أن نتكلم عن مرض ونعطي عشبة خلطة ونقول للناس خذها مع الصباح وثم هذه، فهذا شيء كذب، ولن نكذب على الناس. إن شاء الله يكتفي الناس بنظامهم الغذائي فهو كافي لجميع الأمراض إذا علم الناس، إذا كانوا يبحثون عن المعرفة. أما إذا كانوا يبحثون عن شيء جاهز يبقى يشرب مشروبات غازية ويأكل لحوم ويبقى يأكل مقليات ومشويات وحلويات ويكتب هذه الهلاك، ثم في الأخير يسألني ويطلب مني أن أعطيه عشبة أو شيء ثم كي يرجع إلى هذا. هذا لا يمكن وهذا تناقض وهذا غير ما ليس منطقي. فنحن هذا الأشياء التي نقوم بها هي أشياء حديثة يجب أن يفهم الناس كيف يصابون بالأمراض. إذا فهموا كيف يصابون بالأمراض فسيعالجونهم أنفسهم ولا يحتاجون أي أحد. ثم يجب أن يكفوا عن الاستماع للخلطات والوصفات، يجب أن يحذروا ويجب أن يتحفظوا من جميع الأعشاب وجميع الخلطات التي يسمعونها، لأن الآن هناك شركات الآن
ذهبت إلى المستحضرات، وعوض ما نأخذ الكلوروفيل من الطبيعة سنأخذ الكلوروفيل على شكل خالص من شركة، والكلوروفيل موجود في كل ما خلق الله من النبات، ليس هناك نبات بدون كلوروفيل. فهذا يجب أن يحذر الناس هذه الأشياء إن شاء الله. نكتفي بهذا القدر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.